وله أيضا زيد فيضا في وداع رمضان المعظم. اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أراد الانصراف عني يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستغنه عنه فوادعته بهذه الراية راجيا أن تكون لي رحمة وربحا في الدنيا والآخرة فتقبلها مني يا ربي وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واشهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضا المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم. يا ذا البشارات بالآيات والسور لجد كوني عبد المحسن الزهري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لجد كوني عبد المحسن الزهري. لجهد بكوني عبد الله فيك بلا غش ولجهد بأني تبت من غوري. زرزا خفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر. لا زلت ضيفا كريما قد يبشرني في السر والجهر بالإحسان ذا بشر. فجاتني يا خليلي بالسرور هنا بلا عدا في ترابي فانتفى كدري. فقلت القلب مني طيب برضا عن الكريم البديع عز عز القدر. خطبت للغافر الغفار من أودي وعنه أرضى ولي خجاد بالصبر. أسلمت كلي له عبدا له أبدا بما ليختار في مكسي وفي ظفري. له شكوري في دار السلام وفي طوبى بذكر حكيم خنف ضرري. سألته بعد عودي بالرضا لهما أن لا يلقيني شيئا من الغرر. سألته بعد عودي بالرضا لهما أن لا يلقيني شيئا من الغرر وأن يسلمني من كل ملكة بالمستوى من بمدحه وصلاة هري. وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته به توسلت في ليل وفي سهر. ومن تكن برسول لله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها توري.
ولن ترى من ولي غير منتظر به ولا من عدو غير منسجر به طلبت من القهار مرسله أراد لي كل ذي جهد وذي ضجر كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي زمر صلى عليه بتسليم مختمه بالآل والزاب من يزكو بهم عمري أخرجتني يا إلهي من عداي معا بأهل بدر فرد لي كل ذي بطر أخرجتني يا إلهي من عداي معا بأهل بدر فرد لي كل ذي بطر أخرجتني يا إلهي من عداي معا بأهل بدر فرد لي كل ذي بطر قد قدتني برضاه للصالحين معا عصمتني ربي من بوسى ومن خطر توسلي لك في الأعضاء مقتربا به كفاني أهل الكفر والهير ليستجبت بما فاق الظنون به جعلت قلبي صرف الآي والسير بي سجبت ختيما للكرام لدى أوجالهم فلتكن لي ولتتم بشري إليك يا خير وهاب مددت يدي في البر والبار سخر لي سوي الأشر أنا أمد يدي للخلق مجتديا لدى عدا قلب كل سارك الأجر من بعد كوني عبد الله في أبد وبعد كوني خديم الفجر ذي الفجر أو كيف أركنه للدنيا مجردة من بعد ما بعتها في العسر واليسر أو كيف أشكو لمن غروا بباجتها ذوي التنازع والتثليث والقدر أو كيف أشكو لمن غروا بباجتها ذوي التنازع والتثليث والقدر إني إلى النافع رزاق مفتقر ولم أكن لسوى المغني بمفتقر لا أشتكي الضر للمخلوق مجتديا من بعد كوني عبد الله بالفقر من قال لي قبل أنت اليوم مقترب عند النظارة سوي الأشياف والزمر جوابه حسبي الله الحسيبنا وهو الحفيظ الذي يغني عن الزمر إن الإله ولي سرمدا وبه أنجو وإني من خوفي عداي بري والمصال منتخى المختار واسطتي ورفقتي دار أهل الخير والخبر وهو الوسيلة للدنيا وآخرة به أمت لواخي كل منتظر إني لمولاي عبد خادم أبدا لمن يطيب ربي لي به عذري لمن به قد أغاث الله جملة من به استغاثوه
وفازوا منه بالفخر يا ربي بالمستوى سهلي مناي معا يا من كفاني سوي الإنكار والصغر إني لعبدك في سر وفي علن يا من هماني في بدر وفي حضر من رام هدم جنابي من عدا زمني صرفت خبل بالمرسل عدا مدري من رام هدم جنابي من عدا زمني صرفت قبل بالمرسل عدا المدري من ظنني لغير الله مرتهل أو لسوى المستوى المختار في سفري صلى عليه بتسليم بشيعته من كونه لي أغناني عن النبر حتى يبارزني بالسيف ذا زبين وبالمدافع ساحقد وذا غدر فالله يغزله والخلق تعضله والعار يقتله بالخزي والكدر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر سنفع بلا ضرر إن شاء ربي الذي قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا مع الدرر له خطابي وتاتيني مناي معا من فضل الواسع المغني ذوي الوطر له خطابي وأرجو فوق مطلبتي من جوده النافع الميمون كالمطر يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من صوم ومن زار وخذت لي منك من خادت له صلها وخذتني لك من توبى مع الزور هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وارزقني الكسف فيها والتذي الغوري خلد هدايا بها هب لي غناي بها وسرمدا لي كن يا محسن الصور واجعل خليلي شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهاب ذي القدر واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي ربي مع كدري واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي ربي مع كدري واشهد بكوني في ذا اليوم مرتديا عن الكريم الذي أغنى عن النظر واكتب كمالي في علم وفي عمل وفي تأدب زاء مع الصبر مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كد ولي كنت في طوبى بلا ضرر قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عدى الأزمان والغرر وظل عني بتسليم على سندي وسيلتي من بمدحي والصلاة هري محمد من متى يلقى العدا أبدا ولو أسودا لدى أجامها تهري محمد
من متى يلقى العدا أبدا ولا أسودا لدى آجام توري محمد من متى يلقى العدا أبدا ولا أسودا لدى آجام توري ولا آل وصحبه ما فاز القديم به في كل وقت وفي ليل وفي زهر ولا آل وصحبه ما فاز القديم به في كل وقت وفي ليل وفي زهر أدي برم توبا